البعض يقول: لماذا لا نختصر الطريق؟ لماذا لا يزيح المسلمون المستضعفون حكامهم المستبدين، حتى أنهم هم الذين يحولون بينهم وبين إخوانهم؟ لماذا بدل أن نناشد ونتظاهر، لماذا لا نتظاهر في الميادين رغبة في إزاحة هؤلاء الحكام، لأنهم هم الجاثمون على صدور هذه الأمة؟ كيف في ميزان ومنظور الشريعة الإسلامية والميزان، وأيضا في ظل التحديات بفكرة الفوضى وما أشرتم إليه، كيف يمكن قبول هذه الفكرة؟ أولا، أنا أتفق تماما بأن أمتنا الإسلامية عاجزة عجزا كليا، وهذا يسبب ألما كبيرا لنا. لو تصيب الإنسان مصيبة ولكن له قدرة يرد بها، يشفي غليله هذا. فإحنا الآن يعني إحنا شخصيا وعلماء نتألم ألما شديدا، الله يعلم. لماذا؟ لأن هناك عجز وعدم قدرة رغم إحساسنا بالمسؤولية. هذا الجانب. والجانب الآخر رقم 2 أن المناشدات أيضا في هذا العصر كويس. اليوم نحن في الاتحاد نهاجم هجوما عنيفا، وفي بعض الدول يتهموننا بالإرهاب لأننا نحن ندافع عن هذه القضية بهذه يعني الأسلحة الناعمة. ليس عندنا الحمد لله سلاح ولا شيء ولا أي أبدا. والآن هناك أخي هناك جهات، يعني مع الأسف الشديد مثل دول الجماعة، يعني بعض الجماعات التي تدعي أنها سلفية وهي بعيدة عن السلفية، يعني مثل دول الجامية والمدخلية، يتهمون حماس ويرددون كلام نتنياهو. وهناك علماء يؤيدون حكوماتهم في كل شيء. فبالتالي فوجود علماء يقولون الحق لا بد، أنا أقول من أمتي أن يقدر هذا الموقف حقيقة. هذا رقم 2. رقم 3 بالنسبة للأمة، أنا أقول 2 مسلم لا يستطيعون أن يحموا 2 مسلم. فهذا عيب علينا حقيقة. وإحنا قابلنا بعض الكبار حتى في دول الخليج وقلنا: لماذا ما تستخدمون التهديد بسلاح البترول والغاز كما فعله ملك فيصل؟ لكنه لم يحدث أي شيء، بل بالعكس، يعني النتيجة يعني التعامل عكسي والنتيجة عكسية بلا شك في ذلك. أما مسألة إزاحة الحكم وما أشبه ذلك، فهو طبعا الحكام هم ليسوا بهذه السهولة حتى يزاحون، خاصة الحكام الانقلابيون وما أشبه ذلك. القوة القمعية. نعم. ولكن يعني هذا أنا في نظري هذا من إرادة الشعوب. الشعوب هي التي لا بد أن تواجه وتختار الحاكم الذي يحقق يعني إرادة الشعوب أو إرادتها، ويحقق مصالح الشعب. فهذا يعود إليهم يعني حقيقة. لكن كن على ثقة، الآن هذه المسألة قد تطول. احنا نريد الآن مواقف مشرفة من الدول. وأنا أقول حتى من باب ليس كل الحكام على قدم المساواة، هناك بعض الحكام يبحثون ويسعون لكن لا يجدون من يساندهم، مثلا بدون ذكر الأمثلة، لكن هناك بعض أنا أعرف هذا.